في قرية منسية بين الجبال حيث الضباب يعانق السماء، ولد طفل لم يكن له صوت يسمع ولا ظل يرى. كان اسمه أحمد. ذلك الطفل الذي يمر بجانبك دون أن تشعر به، يضحك فلا يصل صدى ضحكته لأحد، ويبكي فلا يسأله أحد عن سبب دموعه. عندما بلغ 10 من عمره فقد والده في حادث غامض لم تكشف خيوطه حتى اليوم. في تلك اللحظة ماتت في قلبه أشياء كثيرة، وبقي وحيدا مع أم مريضة وسقف متهالك وحلم بسيط أن يصير إنسانا يشعر به الآخرون. حمل أحمد قلبه المثقل بالألم إلى المدينة، ظنا منه أن صفحة جديدة ستكتب هناك، لكن القدر كان له بالمرصاد، فوقع ضحية لثقة منحها لمن لا يستحق. سجن ظلما ل3 سنوات، يعد الأيام وحيدا في زنزانة باردة بلا زائر يخفف عنه وحدته. خرج من السجن لا يملك سوى كرامته المجروحة واسم أصبح وصمة، لكنه اتخذ قرارا ألا يكون منسيا كما عاش. بدأ يبحث عن معنى جديد لحياته، فوجد ضالته في أطفال الشوارع. صار لهم أبا حنونا يطعمهم ويعلمهم ويروي لهم من القصص ما كان يتمنى أن يسمعه في طفولته. أصبح صوتا للذين لا صوت لهم، وأملا للذين فقدوا الأمل. لكن الحياة لم تمهله طويلا، فجاءه التشخيص القاسي: مرض خبيث في مراحله الأخيرة. وبدلا من أن يستسلم لليأس قرر أن يترك بصمة. بدأ يسجل مذكراته، يكتب بقلب مفتوح وصوت مرتجف، يوثق رحلته ودروسه في الحياة. بعد رحيله انتشرت كلماته كالنور في العتمة. الناس الذين لم يلحظوه في حياته بكوا عند سماع صوته، قالوا عنه: هذا رجل عاش نقيا ومات نبيلا. أحمد، ذلك الظل الذي لم يلاحظه أحد في حياته، صار نورا يضيء دروب الآخرين بعد رحيله. قصته تذكرنا أن العظمة ليست في الشهرة والأضواء، بل في الأثر الطيب الذي نتركه في قلوب الآخرين. أصدقائي المشاهدين، إذا أعجبتكم قصة أحمد شاركوها مع من تحبون، فربما تكون سببا في إضاءة شمعة أمل في حياة شخص يحتاج إليها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير.